السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ كلاكيت عروسة للمرة الثالثة. اكون عروسة طبعا، انا ما اتجوزتش غير مرة واحدة. بس عملت فيديو قبل كده عن توتوريال ميك اب العروسة، كانت سلسلة كاملة. والفيديو ده غير طبعا اللي فات علشان هيكون في لفة الحجاب اللي انتوا شايفينها دي. كنتوا طلبتوا مني كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت ان انا انفذ لكم اي لفة طرحة او ايه الماتيريال المستخدمة. الفيديو ده تعاون مع 8 قنوات، هسيب لكم لينك كل قناة في الديسكريبشن بوكس. التعاون ده فريد من نوعه، لمين كل حاجة تخص العروسة، من اول اللبس لحد الشقة لحد النيش لحد كل حاجة، واخيرا يوم الفرح. كمان عايزة اقول لكم ان في فيديو خاص بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالجسم وإزالة الشعر. هسيب لكم لينك كل قناة في الديسكريبشن بوكس علشان تقدروا توصلوا لسلسلة العروسة الكاملة. عايزة اقول لكم الموضوع مش صعب خالص، مفيش حاجة مطلوبة منك غير القهوة بتاعتك او النسكافيه او الكافي ميكس او اي حاجة انت بتحبيها وتبقى جنبك، وتصحي قبل ميعاد الفرح ب5 ساعات علشان العروسة طبعا بتبقى متوترة، بتبقى قلقانة، ممكن رمش ما يلزقش، ممكن نبهدل هنا، ممكن نعمل هنا. فعندنا براح وعندنا وقت براحتنا نشتغل بهدوء ونشتغل كده باستقنياس كده، ولا نركز مع اي حاجة. وما تحتاجيش اي حد من صحباتك، لو ضروري ممكن تكون صاحبة واحدة هتساعدك بس وانتي بتدبسي الطرحة، هتساعدك تناولك حاجة تعملك حاجة، لكن ما تفضلش واقفة فوق راسك. لا ده حلو، لا ده وحش. سيبي كل حاجة لنفسك، واهدي وريلاكس، ويلا علشان نطبق الميك اب اللي انتوا شايفينه ده. والموضوع اسهل مما تتخيلوا، الموضوع بس محتاج هدوء وسلامة نفس. يلا نشوف الفيديو.
بالنسبه لماتيريال الطرحه، اول حاجه عشان تعمل معانا فوليوم اللي هي التوكه دي اللي هي المشبك، حطيناها في شعرنا. وبعد كده في بندانتين اللي انتوا شايفينهم دول، البندانات دي اللي هي البندانات السوري العاديه اللي هي الصغننه دي، دول 2 حطاهم فوق بعض عشان يعملوا معانا فوليوم. تمام. وبعد كده هاخد اللي هي دي اللي هي متبطنه، دي ناشفه من قدام، وهلبسها. فكرة البندانات السوري اللي تحت عشان تعمل معايا الفوليوم ده، لان في بنات بتبقى عايزة الفوليوم اللي هو الواقف من قدام ده اهي. هي دي فكرة البندانات السوري اللي تحت. الحاجة التانية اللي انا محتاجاها معايا وممكن استغنى عنها على حسب الطرحة بتاعتي، الطرحة الليكرا القطن العادية اللي هي نفس خامة البندانة ونفس خامة البندانة اللي هي المتبطنة دي، بس انا هحطها علشان تبقى بالنسبة لي بطانة للطرحة اللي هي التل اللي هي بقى الاخيرة. اعملها عادي جدا بدبوس من هنا. الطرحة اللي هنحتاجها اللي هي الاخيرة تل لكرة، هنحتاج 1 متر بس منها. ان لفه الطرحه دي مجبساني كده، مش لايقه فيا، لان انا اصلا من الناس اللي ما بحبش خنقه الطرح دي، علشان بحب الطرحه كده اللي بتاخدوا بالكم في فيديوهاتي، بحب الطرحه كده هي البندانه بس كده، وبلف اي حاجه على رقبتي عشان من الناس اللي بتخنق من الطرحه. بس طبعا لازم طرحه العروسه تبقى مهندمه كده علشان نبقى كيوت وامامير. يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وخلصوا الفيديو ده واجروا روحوا على القنوات التانية علشان تشوفوا باقي السلسلة الكاملة بخصوص العروسة واحتياجات العروسة لحد يوم الزفاف ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع، ويا رب يتم لكل البنات على خير، والبنات اللي نفسها تتجوز يا رب تتجوز. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.